لا بصوا بقى كده، الفيديو بتاع النهارده ده صحصحوا لي فيه كويس، لان العلبه اللي في ايدي دي علبه الريلمي 10، والفيديو اللي هتشوفه دلوقتي ده اول تجربه فعليه للريلمي 10 في مصر كلها قبل ميعاد نزوله كمان. حط العلبه دي في مكانها، وادي الموبايل اهو. طبعا فتحت العلبه قبل ما اصور عشان اراجع الموبايل واجربه واقول لكم تجربتي الكامله في الفيديو ده. طبعا تهت كتير على مقاس الموبايل ده، لان الناس كتير هتقعد تسالني جبته منين ومش عارف ايه ونجيبه ازاي والكلام ده كله. هقول لك طبعا هتلف الدنيا كلها وتقلب الدنيا زي كده، ومش هتلاقي برضه الموبايل، لان انا لقيته عند مكان وحيد وهو الشاعر موبايل سيتي سنتر. نشكرهم طبعا ان هم وفروا لي الموبايل ده، وانت لو كلمتهم هسيب لكم اللينك بتاعهم تحت في الديسكربشن او لينك الصفحه بتاعتهم. كلمهم بس وقول لهم انك تابع قناه اوبي تك، وان شاء الله يعملوا معاك الواجب. بصوا الفيديو بصراحه انا متحمس جدا جدا انقل لكم التجربه مع الريلمي 10، وخصوصا انها تكون اول تجربه زي ما قلت لكم في مصر كلها. فروق عليا بقى بواحد لايك جميل، انزل اعمل لايك دلوقتي على الفيديو وتشترك في القناه انت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد اول باول. انا عمر من قناه اوبي تك، ويلا بينا نفصص الموبايل ده حته حته. طبعا الريلمي 10 لسه نازل في شهر 11 2022. هنتكلم عن سعره وميعاد نزوله وكل التفاصيل دي ان شاء الله في نهايه الفيديو. وقبل ما نتكلم ونخش في التفاصيل، فعايز اقول لك ان اهم ما يميز الموبايل ده التصميم بتاعه، وانه جاي اخيرا بمعالج جديد يكسر روتين المعالجات اللي كل شويه عمالين نشوفها دي. كل شويه نشوف السناب دراجون 680، مش عارف الاكزينوس 850، الميديا تك الهيليو جي 80، هيليو جي 85. ده اخيرا جايب معالج قوي وجديد وهو الهيليو جي 99. فبصراحه معالج محترم، وهنتكلم برضه عنه ان شاء الله في الفيديو ده. انت طبعا اكيد اول ما شفت الموبايل ده في ايدي فانت لفت نظرك التصميم بتاعه. تصميم الموبايل ده كمان عايز اقول لك ان الوزن بتاعه خفيف جدا جدا جدا، حوالي 179 جرام، يعني مش هتحس انك ماسك حاجه في ايدك اصلا. وبالتصميم اللي هو شبه البوكس ده او المربع، فالموبايل تحسه كده في ايدك قطعه واحده، قطعه كده بصوا حاجه غاليه، مع الجليتر اللامع على الظهر ده اللي بيدي انعكاسات الوان كتير جدا جدا جدا. يعني ظهر الموبايل بيتدرج معاك من الابيض للاصفر للازرق للسماوي للالوان كلها، ويحسسك كده انك ماسك السما في ايدك. واي حد هيشوف ايدك طبيعي هيشد عينه التصميم ده. الموبايل بالكامل من البلاستيك، ولكنه محمي بطبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس 5 على الشاشه. يعني من الاخر الشاشه دي هتكون مقاومه للصدمات وللخدوش. وعايز اقول لك الماسكه اصلا بتاعت الموبايل جميله جدا جدا، مع السمك الصغير ال 8 ملم، فانت لا هتحس انك ماسك موبايل شيك، وكمان سهل قوي انك تحطه في جيبك، مش موبايل مكلكع كده وكبير، لا الموبايل هنا مسكته في الايد ممتازه. طبعا عندك في الجنب اليمين قارئ البصمه اللي ما ينفعش نفوته، بصمه سريعه جدا جدا جدا، ومن اسرع البصمات اللي هتلاقيها في الفئه المتوسطه. بمجرد لمسه واحده بس بسيطه بيفتح لك الموبايل في ثواني. فتصميم الصراحه اديله 10 من 10. ولكن اللي يكمل بقى حلاوه التصميم، تعالى بقى كده افرجك على الشاشه. شاشه الموبايل ده 6.4 بوصه، مش اكبر شاشه ومش شاشه صغيره، شاشه متوسطه وممتازه جدا في الايد كحجم. الفكره كمان في الشاشه دي انها من نوع اموليد، واللي ما يعرفش الاموليد فهي بتديك الوان اكتر وتشبع اكتر وسطوع اعلى تحت اشعه الشمس. فهتاخد هنا شاشه محترمه جدا جدا جدا، بالذات في نقطه تشبع الالوان، وانك تكون مبسوط كده وتتفرج على الشاشه. بالاضافه لانها بتدعم معدل التحديث الاعلى اللي هو 90 هرتز. يعني من الاخر هتاخد سلاسه وسهوله كبيره جدا جدا في التصفح وفي السكرولنج، اللي هو عارف انت لما بتنزل تقعد تفر في الفيس كده، تفر في السيتنجز، تفر في اي حاجه. شاشه الموبايل هنا ب 90 هرتز، فهتشوف المعروض على الشاشه بشكل اسرع. واللي ما يعرفش فالعادي في الشاشات في الاغلب انها بتكون 60 هرتز بس، اما الشاشه هنا 90. الشركه بتقول ان سطوع الشاشه دي تحت اشعه الشمس بيوصل لحد 1000 نتس او 1000 شمعه. وبصراحه الشاشه دي فعلا في الضوء العالي زي ما انتم شايفين كده، ضارب الفلاش اصلا اللي انا بصور بيه في الموبايل، ومع ذلك انتم شايفين الشاشه بوضوح. فالشاشه برده في الموبايل ده اديها 10 من 10. ولكن كان عندي تعليق بسيط، ان انا كنت اتمنى ان الحافه السفليه اللي تحت دي تصغر سنه، لان شكلها عريض مش عاجبني قوي. ولكن بشكل عام كده شاشه محترمه وتصميم محترم، موبايل لحد دلوقتي ما زعلنيش في اي حاجه. نخش بقى للنقطه اللي ناس كتير جدا جدا مستنياها. طب يا عم عمر الموبايل ده اداؤه عامل ازاي؟ بص السوفت وير في الموبايل ده اولا كده جاي لك باحدث سوفت وير وهو الاندرويد 12، مع احدث واجهه تشغيل من ريلمي وهو الريلمي يو اي 3، مع المعالج اللي قلنا عليه كمان وهو الهيليو جي 99، مع 90 هرتز اللي في الشاشه. فانا بص مش محتاج اقول لك انا لقيت الاداء عامل ازاي. الدنيا بتطير حرفيا، اكنك ماسك موبايل فلاج شيب. مش هيفرق معاك فعلا، لان انت حرفيا الموبايل هيديك كل حاجه في الاستخدام اليومي بتاعك، سواء سلاسه في التنقل، انك تروح من اب للتاني او برنامج للتاني، او انك تسكرول بسرعه. كل ده مكفول هنا بشكل كامل على الموبايل ده. وعايز اقول لك نقطه الاداء بتاعت الموبايل ده والشاشه هم اكتر حاجتين انا شايف الشركه مركزه عليهم في الاصدار ده، وانا عن نفسي دول اكتر حاجتين عاجبني. يعني انا في جوانب تانية سلبيه هنتكلم عنها قدام عن الموبايل، ولكن لو بنتكلم عن نقطه القوه بجد في الموبايل ده هي الاداء. معاك معالج قوي واقوى معالج متوسط تقريبا موجود حاليا، فتجربه الاستخدام للشخص العادي او اللي بيستخدم الموبايل بشكل كتير ولكن جو سوشيال بقى والكلام ده كله، فالموبايل ده هيكون طياره حرفيا. اما بقى جزئيه الالعاب واللي برضه ناس كتير جدا مستنياها وتعرف اداء الموبايل ده في الالعاب، فانا جربت لعبه ببجي موبايل هنا على اعلى اعدادات. بص بقى ايه الاتي. في لعبه ببجي مبدئيا مفتوح لك خيارات لحد الاتش دي وكمان 30 فريم في الثانيه، ولكن انا عن نفسي انتوا عارفين باي موبايل بجربه
حط ملف بحيث اكسر الاعدادات دي واعدي اعلى اعدادات يقدر يستحملها الموبايل. فحطيت ملف، والمبهر هنا ان الموبايل كان واقف على ال60، بصوا ما بيتحركش، اداء ثابت وجبار، وكمان استهلاك السي بي يو والجي بي يو ما كانش بيعدي 50%، يعني الموبايل شغال بنص طاقته وبيديني حوالي 60 فريم في الالعاب. فبصراحه تجربه ببجي هنا كانت رايقه قوي قوي قوي، واي حد بيحب لعبه ببجي او بيدور على موبايل مناسب للعبه ببجي فالموبايل ده هيكون خيار ممتاز جدا جدا بالنسبه لك، وخصوصا ان كل الموديلات المتاحه حاليا في السوق في رينج السعر ده. هتلاقي الاكزينوس 1280، هتلاقي السناب دراجون 680، طبعا بتكلم عن الموديلات الجديده مش المستعمله. فالموبايل ده جاي لك بالهيليو جي 99، وده معالج مخصص اصلا وموجه للجيمرز وبتوع الالعاب. المعالج ده كمان جايب دقه تصنيع 6 نانومتر، و6 نانومتر دي معناها ان المعالج موفر للطاقه، وبصراحه دي حقيقه. الموبايل من ساعه ما اشتريته لحد دلوقتي نسبه استهلاكه للطاقه يعني شبه بطيئه قوي. الموبايل يعني بص بيقضي معاك اليوم مرتاح، يعني مش تحتاج تشحنه اصلا طول اليوم لو انت استخدامك عادي. اما لو استخدامك تقيل والعاب فهتشحنه بعد حوالي 6 ساعات او 7 ساعات استخدام متواصل للالعاب. طب يا عم انت كل حاجه كده الموبايل جميل ما فيهوش اي غلطه؟ لا، دلوقتي هنبتدي نتكلم بقى عن عيب الموبايل ده من وجهه نظري. الشركه عشان تحط لك معالج بالقوه دي هنا، وكمان عشان توفر لك شاشه من نوع اموليد بتردد 90 هرتز، فطبعا هيكون في داون جريد او حاجه اقل شويه من المنافسين، وهي الكاميرات. الموبايل ده جايب كاميرتين بس زي ما انتم شايفين كده، كاميرا 50 ميجا بكسل ده السنسور الرئيسي، والثانيه 2 ميجا بكسل ودي خاصه بالدبث او العزل، اللي هو عارف انت لما تيجي تصور صور بورتريه بتكون الشخص قدامك هو الصوره اللي وراه منغمشه، ده الدبث او العزل. الشركه شالت خالص كاميرا الالترا وايد، وواضح ان ده توجه من الشركات دلوقتي. الشركات كتير بدات تطلع من جو ترند الاربع وخمس ست كاميرات ده، بقت تحط لنا هنا بس زي ما انتم شايفين اهو. الريلمي 10 اعلى موبايل عند ريلمي او احدث موبايل سلسله ريلمي جايب كاميرتين فقط، الرئيسيه وكاميرا ثانيه تساعده في العزل بس. طب اداء الكاميرا دي عامل ازاي؟ اولا السنسور الرئيسي جاي من شركه سامسونج وهو الجي ان 1. بصراحه في الاضاءه الضعيفه ومع تفعيل وضع النايت مود في الموبايل فبيطلع لك صور مشبعه ومليانه تفاصيل زي ما انتم شايفين. الصوره انا صورتها في البيت عندي في اضاءه ضعيفه، ولكن استخدمت وضع النايت مود في الكاميرا فطلع لي النتيجه اللي انتم شايفينها دي. ودي صوره برده ثانيه بالسنسور الرئيسي. الاي اي او الذكاء الاصطناعي بتاع الكاميرا شاف ان الاضاءه ضعيفه فاضطر برده يفعل وضع النايت مود، فشفنا تفاصيل بالشكل اللي انت شايفه ده. ولو صورت بقى في اضاءه محترمه فهتاخد التفاصيل اللي انت شايفها دي، تفاصيل ممتازه، الوان اكيوريت ودقيقه، وخلي بالكوا الصور دي كلها من غير اديت من غير اي حاجه زي ما انت شايفها كده على طول. صوره محترمه، مش افضل حاجه في العالم ولكنها تنافس الموبايلات المتوسطه. ودي صوره متاخده بالزوم، يعني عملت الاول زوم 2 اكس وبعدين صورت، وبرده الصوره لسه فيها نوعا ما تفاصيل، ولكن طبعا بدات تظهر هنا شويه نويز وشويه تفاصيل بدات تروح. اما بقى صور البورتريات بالكاميرا الخلفيه فالصور اللي انت شايفها دي انا صورتها لنفسي ولكن بالكاميرا الخلفيه بتاعه الموبايل. التفاصيل ممتازه بصراحه، يعني لو انت في مكان فيه اضاءه كويسه هتاخد تفاصيل ممتازه. شايفين الشعر والوش باين انها معالجه من معالجه الموبايل، ولكن يهمك النتيجه النهائيه. الصوره الصراحه مشبعه ومليانه تفاصيل، وحتى الدقن باين الشعر فيه شعرايه. اما بقى الكاميرا السيلفي في الجهاز فانت لو وفرت للموبايل اضاءه كويسه فعندك هنا كاميرا 16 ميجا بكسل هتديك تفاصيل بالعبيط. بصوا الشعر مع الدقن مع كل حاجه كله باين ممتاز ومليان تفاصيل. ودي صوره بورتريه متاخده بالكاميرا السيلفي، ودي صوره عاديه بالكاميرا السيلفي من غير اضاءه من غير اي حاجه. طبعا التفاصيل شبه سايحه شويه لان الاضاءه عندي اصلا في الاوضه ضعيفه، فاوفرول الكاميرا كويسه. من وجهه نظري تلخيصا للكاميرا فالكاميرا هنا تقضي الغرض، بس مش هتاخد كاميرا ممتازه ولا كاميرا خرافيه، لان زي ما قلت لك نقطه تركيز الموبايل ده مش على الكاميرات. وبالنسبه بقى للصوت في الموبايل ده فالسماعات هنا مونو سبيكرز مش ستيريو سبيكرز، يعني الصوت هنا بيطلع من جهه واحده بس وهي الجهه السفليه للموبايل. طيب هل الصوت واطي؟ الحقيقه لا. ليه بقى؟ لان الشركه برضه موفره وضع هنا اسمه بوست مود او وضع فائق، ان انت بتعلي الصوت فوق ال 100%، يعني انت توصل عارف تقعد تعلي الصوت لحد ما يوصل 20 30 مش عارف ايه 100%، لا عامله وضع اسمه 200%. ده بيدي اكسترا بوست او يدي دفعه كده او يعلي الصوت اللي طالع من الموبايل فيحسسك ان الصوت عالي. حبه بقى مزايا ثانيه في الموبايل ده، الموبايل ده بيدعم الان اف سي، في بروكسيمتي سنسور حقيقي، ودي خلي بالكم ميزه مش هتعرف قيمتها الا لو جربت موبايلات من شركات ثانيه. حاليا الشركات كلها اتجهت لانها تشيل بروكسيمتي سنسور من الموبايلات بتاعتها. عارف انت لما تيجي تحط الموبايل على وشك فالمفروض الشاشه تطفي، الشركات كتير جدا جدا لغت الحوار ده بقى شغال بالسوفت وير بس، ولكن الشركه هنا موفره سنسور حقيقي. ميزه ثالثه عندك هنا مايك تاني لعزل الضوضاء في المكالمات، فانت لو بتتكلم في مكان دوشه الموبايل هيشيل الدوشه لان الصوت وهيظهر صوتك كويس جدا جدا للطرف الثاني اللي بيتكلمه. واخيرا وليس اخيرا البطاريه والشحن في الموبايل ده. الموبايل ده بطاريته 5000 ملي امبير اور والشاحن بقدره 33 واط، بيشحن بالكامل من 0 ل 100% في حوالي 70 دقيقه او 76 دقيقه بالظبط، يعني حوالي ساعه وربع، وبيشحن لك ال 50% في نص ساعه بس. بصراحه استهلاك المعالج ده اللي زي ما قلنا 6 نانومتر مع سوفت وير ريلمي الخفيف، فالدنيا هنا الصراحه والبطاريه الكبيره ما حسيتش خالص ان في تقصير في البطاريه، بالعكس
البطاريه هنا ممتازه واستهلاكها ممتاز، فما تقلقش خالص خالص من نقطه البطاريه في الموبايل ده. ولو حد بيسال على محتويات العلبه بتاعه الموبايل ده، فالموبايل ده بيجي معاه سكرينه متركبه، بيجي معاه جراب شفاف للظهر، والجراب ده بالمناسبه بيلغي تقريبا البروز بتاع الكاميرات، وبيجي معاه راس الشاحن 33 واط وكابل التايب سي، كل ده جاي مع الموبايل، والبن كام بتاع الشرايح. وكمان هنزل لكم اصلا فيديو فتح علبه لوحده خاص بالموبايل ده ان شاء الله قريب. طيب كده اتكلمنا عن كل حاجه وكل تفصيله في الموبايل. دلوقتي تشتريه بكام وتشتريه اصلا ولا لا؟ بص، في جزئيه تشتريه ولا لا دي فانا هقول لك التالي. لو انت بتدور على موبايل شاشه محترمه بمعنى الكلمه، شاشه هنا اموليد رايقه وبتردد عالي 90 هرتز، بتدور على موبايل يديك اداء مستقر ومع واجهه استخدام محترمه زي واجهه ريلمي الاخف بكتير جدا زي ما احنا عارفين من واجهه شاومي اصلا، معالج برضه يكون قوي جدا جدا في الالعاب، ومع تصميم مميز وموبايل اصلا مش موجود مع اي حد، فهتحس انك مميز اصلا وانت ماسكه، فهقول لك روح على طول للريلمي 10، هيكون خيار ممتاز بالنسبه لك. وتقريبا الموبايلات رفعت اصلا دلوقتي الاي 33 وصل حوالي 11000 جنيه و10000 جنيه، فالموبايل ده افضل منه في كل شيء ما عدا الكاميرا. اما لو انت شخص اولوياته الكاميرا، فبقول لك الكاميرا هنا يا دوب هتمشي لك وهتقضي لك الغرض، بس مش هتكون كاميرا ممتازه ولا كاميرا خرافيه لو انت فوتوغرافر او شخص بيحب التصوير. اما لو انت شخص عادي عايز كاميرا عاديه ولكن يهمك الاداء والشاشه والتصميم زي ما قلنا، فالموبايل ده خيار ممتاز بالنسبه لك وارشحه لاي حد عادي. طب تجيبه منين وبكام؟ زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو، انا جبته من محلات الشاعر موبايل سيتي سنتر، هسيب لكم اللينك بتاعهم تحت في الديسكربشن، اقول لهم بس ان انتوا جايين تبعي وان شاء الله يعملوا معاكم الواجب يعني. وسعره حوالي 9990 جنيه، وده لاعلى نسخه، النسخه اللي معايا 8 256 دي اعلى نسخه واعلى فيرجن والهاي اديشن بتاع الموبايل، وده سعره اصلا بره حوالي 300 دولار، يعني احسب حسبتك كده وحولها بالمصري هتلاقي حوالي 7000 ونص او 8000 جنيه بالضرايب بكل حاجه، هتلاقي 9900 ده سعر العادل للموبايل بالنسبه لاسعار السوق حاليا. وبس كده كان كل اللي عندي في مراجعه الريلمي 10. ما تنساش بقى لو الفيديو عجبك لايك جميل واشترك في القناه لو انت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد اول باول. ولو عندك اي استفسار او عندك اي مشكله او اي حاجه عايز تعرفها عن الموبايل سيب لي تحت في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم واحد واحد. واشوفكم في فيديو جديد. سلام.